تحب شخص وتعتبره رمز وقدوتك، تحب نادي رياضي وتشجعه، تتكلم بأي موضوع وتدخل بحوار مع شخص يختلف وياك بالرأي بما تعتقد، شنو راح تكون النتيجة؟ سب وغلط وحتى توصل للعركة. تعرف ليش؟ ما يهتم أي واحد منهم بكلام الطرف الآخر، كل واحد مهتم بتفكيره شلون يتغلب على الآخر، ويظل كل واحد متمسك برأيه. يا سادة يا كرام، من المغالطات اللي تحصل بنقاشاتنا الشخص المستمع ما يهتم الكلام الشخص المتكلم، وكل هم الانتصار بالمعركة الكلامية. فرسالتنا من منطلق ما قاله سيد البلغاء الإمام علي عليه السلام: لا تنظروا إلى من قال، بل انظروا إلى ما قال. فتركوا إلصاق التهم بالآخرين بس حتى تفرض شخصيتك وكلمتك اللي ربما تكون أنت المخطئ بيها. باوع على محتوى كلامه واتركوا إطلاق الألقاب، وخلي نقاشك وحوارك مثمر وناجح وينتهي بكل